تعالى بقى النهارده يا غالي الخص لك واحد من اكتر 5 مسلسلات جامده فشخ في رمضان، وهو مسلسل مسار اجباري. فانا بقى هعمل لك الملخص بتاع المسلسل بطريقه صايعه قوي، وهو اني الخص لك كل حلقه منفصله لوحدها، عشان مثلا لو انت متابع المسلسل وفاتك حلقه او اتنين ومكسل تتفرج عليهم، فتخش تشوف الملخص بتاع الحلقتين دول بس عشان تكمل المسلسل طبيعي تاني. بتبدا الحلقه الاولى بقى بمشهد لموت فتاه مجهوله، ما نعرفش هي مين دي ولا تقرب ايه اصلا للمسلسل، وهي فتاة كده كان عيلة ماشيين، ففتاة متوقعة من فوق العمارة ماتت. وبيعرفنا بقى على أول عيلة في المسلسل، وهي عيلة حسين، أو باسم الدلع بتاعه اللي بيتقاله في المسلسل هو السونس. وعيلة مكونة من فردين، وهو حسين اللي بيقوم بيه الفنان أحمد داش، وكمان أمه بيبقى اسمها نعناعة، وهم عيلة من منطقة شعبية بسيطة. حسين بيشتغل على عربية أكل هو اللي عاملها، وبيحاول يصرف بيها على نفسه وعلى أمه. وبعد كده بيعرفنا على العيلة التانية، وهي عيلة علي اللي بيقوم بيها عصام عمر، وهي عيلة مكونة من 4 أفراد، وهو علي وأمه والاتنين إخواته الصغيرين. وهو علي في كلية حقوق، ولحد دلوقتي ما اتخرجش، وواقف معاه التخرج على مادة واحدة، وهو مش راضي يخلص المادة دي عشان ياخد إعفاء من الجيش ويروح المنحة بتاعت فرنسا اللي هو عاوز يروح. في الحلقة الأولى بقى آخرها أبوه عمر البرنس اللي بيقوم بيه الفنان محمود البزاوي بيتعب وبيخش المستشفى. فالمستشفى بدون علم بتكلم عياله، فبيجوا هما الاتنين وبيتصدموا اللي هما الاتنين اخوات، وابوهم متجوز امه ده وام ده، يعني هو متجوز اتنين. بدايه الحلقه التانية بقى، وهو علي وحسين بيتفقوا اتفاق مع بعض اللي كل واحد يخلي امه تيجي في ميعاد مختلف للزياره، بحيث ان هما ما يتقابلوش. لكن برضه لسوء الحظ ام علي وام حسين يتعرفوا على بعض في الكافيه بتاع المستشفى او في الكافيتيريا بتاعه المستشفى. وهنا بقى بتحصل الضربه القاضيه، اللي عمر البرنس بيخرج من العنايه المركزه وبينزلوه في المستشفى لاوضه عاديه جدا. يعني كده مفيش ميعاد محدد للزياره، هما يقدروا يجوا اليوم كله. ساعتها هما الاتنين ام علي وام حسين بيتقابلوا هما الاتنين عنده في الاوضه، وبيقول لهم اللي هو متجوزهم هما الاتنين، وكل ده كان بيضحك عليهم. بعد ما مشيوا بقى بيبتدي عمر البرنس يحكي لعياله عن اكبر ذنب عمله في حياته كلها. ايه الذنب الكبير اللي في حياته ده بقى؟ ليه علاقه بصفوة مصباح. هما بيتصدموا لان هما ما يعرفوش اللي هو كان لسه اصلا شغال في الطب الشرعي، هو كان مفهمهم اللي هو ساب الطب الشرعي. هو بقى ايه علاقته بالقضيه بتاعت صفوة مصباح اللي ظهر الراجل اللي ظهر وخد اعدام في الاول ده، اللي هو خد فلوس وقام واخد خصله من شعره وحطها تحت ضوافر القتيله، فكده يعتبر هو اللي قتلها واتحكم عليه بالاعدام. وقال لهم ان اول ما يخرج من المستشفى بخير هو معاه دليل هيروح يقدمه للنيابه عشان يبرأ صفوة مصباح. هنا بقى مجدي حشيش اللي هو المحامي بيكون مسلط واحد كده اسمه مسعد، هو ورجالته بيراقبوا عمر البرنس واي حد له علاقه بالقضيه دي. ففي واحد في المستشفى كان عامل نفسه بيمسح الارض، وسمع اللي هو قاله عمر البرنس، فساعتها راح حكى لمسعد، ومسعد اداله امر انه يقتله. طبيعي الواد اللي كان في المستشفى ده راح وقال له هو مكان الدليل فين، وبديهيا مرضاش يقول له على مكان الدليل، فقام مخلص عليه. الحلقه الثالثه بقى ما فيهاش احداث كتير، هم يا دوبك 3 احداث بس بيبداوا. اللي بعد ما هم بيدفنوا ابوهم، حسين بيروح لعلي وبيطلب منه اللي هم الاثنين يقفوا وياخدوا العزا مع بعض، بلاش كل واحد يعمل عزا في المنطقه بتاعته. وفعلا وقفوا وخدوا العزا مع بعض وخلصوا. هنا بقى علي قال لحسين اللي هو شاكك ان ابوه ما ماتش موته طبيعيه، وشك انه مات مقتول، لان هو مات بالظبط بعد ما قال لهم ان هو اول ما يخرج هيقدم دليل للنيابه ويطلع صفوة مصباح براءه. وفي اخر الحلقه بقى علي وحسين وهم ماشيين على الكوبري طلع عليهم ناس مجهوله كلوهم علقه محترمه وهربوا. الحلقه الرابعه بيبتدي علي وحسين اللي هم يتفقوا اللي هم يبداوا بقضيه حبيبه الكردي اللي هي الفتاه اللي ماتت في اول حلقه، وان هم مش لازم يبداوا بقضيه ابوهم، لان لو حلوا قضيه حبيبه الكردي هيقدروا يحلوا قضيه ابوهم. بس يا عم، وعلي بقى بيروح لخديجه اللي هي بنت خالة حبيبه الكردي اللي اتقتلت، وبيقول لها انه عنده معلومات مهمه قوي بخصوص القضيه. المهم اللي علي وحسين بقى بيفكروا ان هم يلاقوا مكان امان يقعدوا فيه، ويحاولوا بقى يخططوا لكل الحاجات بتاعتهم عشان محدش يكون مراقبهم فيه. فبياخدوا مكان تحت الارض عند ورشه كده. المكان ده بقى بيظهر فيه الشخصية الكوميدية في المسلسل كله، هو شخصية الجن اللي بيقوم بيها وليد المغازي. يحاول اللي هو بقى يساعدهم، فبيركب تليفون مسعد وبيلاقي اللي هو بيمسح حاجته اول باول، وما يقدروش يمسكوا حاجة واحدة عليه. حنين بقى صاحبة علي في المسلسل رشحته لمجدي حشيش اللي هو يشتغل عنده، ومجدي حشيش ده بقى هو البيج بص في الحوار كله، وهتعرف في الحلقات الجاية ليه. وبس يا سيدي، في نهاية الحلقة الرابعة حسين بيروح المستشفى وبيطلب من حد هناك انه يوري له مراجعة الكاميرات في اليوم اللي ابوه مات فيه. وهنا اتاكدوا ان كلام علي صح، اللي فعلا ابوهم مات مقتول ما ماتش موته طبيعي. اما بقى حسين فهو كانت مهمته اللي هو يروح ويراقب مرات صفوة مصباح، وهو بيراقبها لقاها طالعه على المكتب مجدي حشيش،
وكده هم حطوا اعتبار اللي هم الاتنين متفقين على صفوت مصباح. وفي اخر الحلقه في رجاله بتخش الشقه بتاعت علي وشقه حسين ويقلبوها رأسا على عقبا عشان يدوروا على الدليل وما بيلاقوش حاجه. الحلقه السادسه بتبدا بقى ان اخو علي الصغير وهو بيلبس اللبس بتاع ابوه لقى في الجيب الوصيه بتاعت ابوه، ودي كانت اكتر ليله حزينه على علي بالذات وما بيقروا الوصيه، لان هو ما كانش قريب من ابوه خالص، وفعلا ابوه كان كاتب الوصيه ان هم مش قريبين من بعض بس هو كان بيحب. مسعد ده بقى عمل حركات يعني من اوطى الحركات اللي ممكن تتعمل في الدنيا. راح اشترى العقد بتاع الشقه بتاعه النعناع، وحسين اشترى العقد بتاعه فيعتبر الشقه بقت بتاعته، وراح للراجل اللي معاه شيكات لعمر البرنس من ناحيه عيله علي واشترى كل الشيكات باسمه هو. بس هو بقى ما عرفهمش او ما راحش هددهم بالحوارات دي، وقال ده اخر كارت هيلعبهم بيه. حسين بقى جاله استثمار في العربيه بتاعته، وسبحان الله اللي عايزه تستثمر في العربيه هي سناء مرات صفوت مصباح، ودي حركه ذكيه من مجدي حشيش المحامي، وان هو عاوز يعمل حاجه، عاوز يخلي سناء تبقى مخليه حسين تحت دراعها، وفي نفس الوقت هو خلى علي يبقى عنده في المكتب برضه يبقى تحت دراعه، ويبقى الاتنين تحت نظرهم على طول. علي وحسين بقى بعد ما قعدوا يدوروا كتير على اللي قتل ابوهم اخيرا لقوا العنوان بتاعه، وجس وات راحوا لقوه مقتول. الحلقه السابعه خديجه بتروح لعلي مكتب مجدي حشيش وبتقول له هناك ان مستحيل صفوت مصباح يكون هو اللي قتلها لان كان بينهم علاقه حب. علي وحسين بقى وهما ماشيين في الكليه بعد ما خدوا حق اختهم لما واحد حاول يتحرش بقى في الجامعه، جالهم فيديو في نفس الوقت وهم متصورين قدام جثه الراجل اللي قتل ابوه. في الحلقه الثامنه بتبدا بقى ان هم في حاجات جت من البلد من عند ابوه، شويه بقى كراكيب وحاجات جايه من البلد واحد وصلها لهم، فعلي وحسين بيفتشوا في الحاجه دي بيلاقوا 4 حاجات مهمه. اولها اللي هم بيلاقوا الفلوس اللي ابوهم كان واخدها يعني زي رشوه عشان يلبس صفوت مصباح القضيه. تاني حاجه لقوا كارت مجدي حشيش، وتالت حاجه لقوا كارت ميموري عليه كل التسجيلات اللي بين ابوهم ومسعد بحوار القتل، ورابع حاجه لقوا كارت لشركه ادويه مجهوله. وفي اخر الحلقه اخيرا والحمد لله علي بياخد باله ان حنين صاحبته دي هي مصاحباه مصلحه، عشان هو كان بيحل لها القضايا بتاعت مجدي حشيش وهي اصلا انيه وما بتفكرش غير في نفسها، فبيسيبها. الحلقه التاسعه خديجه بتشوف الكارت اللي هو كان مع علي ده وبتقول له ان مجدي حشيش هو اللي دخل شركه الادويه دي السوق المصري وهي اصلا ما كانتش في مصر. علي وحسين بقى بيعملوا الحركه اللي هم كانوا هيموتوا ويعملوها طول الحلقات اللي فاتت، وهم بيعترفوا لامهاتهم اللي ابوهم هو السبب في سجن صفوت مصباح بسبب الحركه اللي هو عملها بتاعه الضوافر والشعر. وهنا بقى مسعد بيطلع اخر كارت عنده بيحرقه، فبيهدد علي وحسين اللي هو اشترى عقد الشقه بتاع حسين واشترى الشيكات اللي على علي. علي بقى بيعمل حركه ذكيه مع اخوه حسين وبيقول له اللي احنا هنبين لسناء ومجدي حشيش اللي احنا تحت طوعهم، وهنقول لهم كل حاجه احنا وصلنا لها بالظبط عشان نشوف هيبقى ايه رد فعلهم. فعلي بيروح لمجدي حشيش وبيقول له انه خلاص لقى الدليل اللي بيدين مسعد وبيبرأ صفوت مصباح. طبعا مجدي حشيش عشان يبين اللي هو بريء قدام علي واللي هو ملوش علاقه بالقضيه دي ولا حاجه، اضطر اللي هو ياخد الدليل ويروح يبرأ صفوت مصباح ويحبس مسعد الراجل بتاعه. الحلقه ال11 وهو ان مسعد بيتسجن، فساعتها مجدي حشيش بيبعت له محامي تحت ايده لحد السجن، فمسعد بيهدده بيقول له اللي هو لو ما طلعش من السجن ده هيعترف عليهم كلهم ويغرق السفينه كلها باللي فيها. خديجه بقى ظبطت مقابله بين علي وحسين وبين صفوت مصباح عشان تعرفهم على بعض وتقول له يعني اللي هو علي وحسين هم اللي جابوا له دليل براءته. وهنا بقى صفوت مصباح بيتوتر جدا لما بيشوفهم وبيكونوا قاعدين في الكافيه، فبيجي يقول يحاسب، واول ما بيفتح المحفظه بيشوفوا فيها الكارت بتاع شركه الادويه اللي هو في الادله بتاعت ابوهم. هنا بقى علي وحسين لما بيروحوا بيفتحوا صفحه الفيس بتاعت صفوت مصباح ويقلبوا في الصور بتاعته كلها، وبيكتشفوا حاجه غريبه اللي فيه سويس نايف معاه في كل الصور وهي سكينه صغيره حاده. وبيكلموا خديجه وبيسالها على السويس نايف دي، بتقول له اللي حبيبه قبل ما تموت هي اللي كانت جايباها له، وانه دايما بياخدها معاه في اي مشوار. لكن علي هنا شك اللي هو لما قابله صفوت مصباح في الكافيه ما كانش معاه اصلا السويس نايف. فهنا بقى صفوت مصباح بيروح لمجدي حشيش ويقول له انه قلقان جدا من علي وحسين دول اللي هم يوصلوا لاي حاجه. الحلقه ال12 علي بيقول لخديجه ان هو شاكك ان صفوت مصباح ليه علاقه بموت حبيبه، وساعتها بيطلب منها انها تقول له كل عناوين الكافيهات اللي كانوا بيتقابلوا فيها. خديجه بقى بتروح للمكان اللي كان بيشتغل فيه صفوت مصباح وحبيبه، وبتسال هناك صاحبه حبيبه وقالت لها ان في اخر فتره كان صفوت وحبيبه شغالين على بحث لشركه ادويه
وهنا كان بينهم خلافات كتير قوي في الفتره دي. هنا بقى صفوت مصباح بيحب يشغل دماغه وبيروح لعلي وحسين ويهددهم ان هم لو ما بعدوش على القضيه بتاعته، قضيه الادويه دي، هو هيروح لخديجه ويقول لها ان علي ده يبقى ابوه هو الطبيب الشرعي بتاع قضيه حبيب. الحلقه 13 مجدي حشيش والاول مره بيروح لوالده علي في البيت وبيحذرها انها تخلي عيالها يبعدوا عن القضيه دي نهائي وما يقربوش منها تاني. صفوت مصباح بقى بيقول لخديجه ان هو شاكك في مراته سناء اللي هي اللي قتلت حبيبه، لان هي الوحيده اللي تقدر تاخد عينه من شعره وتحطها في الطب الشرعي. علي وحسين بقى بيروحوا الكافيه اللي كانوا قاعدين فيه صفوت وحبيبه اليوم اللي ماتت فيه، او في الفتره بتاعت الزمن ده اللي هي فتره العصر دي. راحوا وطلبوا اللي هم يشوفوا مراجعه الكاميرات، ولكن صاحب الكافيه رفض وكان هيطردهم منه، لكن واحد من العمال سمعهم والدولارات اللي كانت معاهم عمته فسرب لهم كل تصوير الكاميرات. وهنا بقى في الفيديو بيبصوا على الفيديوهات كلها وبيشوفوا اللحظه ان صفوت وحبيبه اتخانقوا وهو في الكافيه، فحبيبه جت وصفوت شدها وقعدها بالعافيه، لكن هي بتقوم وتمشي، فصفوت قبل ما يقوم وراها بيقوم فاتح السويس نايف وبيبص عليها ويقوم وراها ويمشي. الحلقه ال 14 علي اخيرا بيروح يعترف لخديجه ان ابوه يبقى هو الطبيب الشرعي في القضيه دي، وعلي وحسين بيعملوا حركه ذكيه اللي هم بيشتروا سويس نايف اونلاين نفس نوع السويس نايف اللي مع صفوت مصباح، وبيروحوا لطبيب شرعي على معرفه بيه بيديلهم السويس نايف دول ويقولوا له احنا عاوزين نعرف هل الطعنات اللي كانت في جسم حبيبه تقدر السويس نايف دي تبقى هي اللي عملتها. فعلا بيطلع تقرير الطب الشرعي ده وبيقول لهم ان الطعنات اللي في جسم حبيبه هي نفس طعنات طالعه من السويس نايف. ده بقى مسعد في السجن بيحس ان مجدي حشيش باعه وبيحس بخطر اللي حد يقتله جوه السجن، فبيبعت راجل من رجالته لعلي وحسين يقول لهم على مكان اللابتوب بتاع حبيبه اللي عليه كل الابحاث. وفي اللحظه دي بقى ومن ساعه ما بقى معاهم اللابتوب اللي عليه الابحاث اللي بيقول لك الادويه دي كلها فاسده والترابيزه اتقلبت عليهم كلهم، تعال اقول لك على كل المصايب اللي حصلت لهم بعد الحدث ده. اول حاجه مجدي حشيش خطف اخو علي الصغير، وما اكتفاش بكده، ده كمان سلم للنيابه الفيديو اللي فيه علي وحسين واقفين قدام الجثه بتاعت الراجل اللي قتل ابوه. وبعدين انت فاكره انه يقف عند كده؟ لا يا باشا، ده راح وطرد نعناع اللي هي ام حسين من الشقه بحجه ان العقد بتاع الشقه مكتوب باسم الرجاله بتاعته. فهنا بقى علي وحسين بيحسوا انهم غرقوا خلاص، فخديجه بتضطر اللي هي تاخدهم هما الاثنين لبيتها لانهم بقى مطلوب القبض عليهم. هنا بقى حسين بيروح للنيابه وبيحاول يبرئ اخوه علي وبيقول له ان كل التهم دي هو ما عملوهاش، ولكن حتى لو عاوزين يتهموا حد اللي هو عملها يتهموه هو بس، لكن اخوه علي ما كانش معاه اصلا وما كانش ليه علاقه بالحوار. الحلقه ال 15 فيها اكتر مشهد فيه سسبنس في المسلسل كله، وهو مشهد المحكمه بتاعت حسين. هنا بقى المحامي بتاع حسين بيطلب من القاضي ان علي اخوه هو اللي يترافع عنده. ساعتها بقى علي بيقدم للقاضي ملف فيه كل الادله اللي تبرئ اخوه حسين واللي تحبس الرجاله اللي فاتت دي كلها. ومن ضمن الادله دي بقى هو تسجيل صوتي باذن من النيابه لصفوت مصباح، وهو بيعترف انه كان عارف ان الادويه مغشوشه ولكنه كان حاطط موافقته عليها. ولما حبيبه كانت عرفت ان الادويه دي في البحث بتاعها مغشوشه كانت هتسلمها وكان كله هيقع في سبب الموضوع ده وكان هيغرق، فاضطر ان هو يلحقها ومن غير قصده غزها بالسويس نايف ووقعت من العمارة. لما حسين سلم نفسه وما عملهاش لوحده كده، دي طلعت اصلا كانت خطة ما بين علي وحسين لسبب واحد، اللي هم لو اتسجنوا هما الاتنين مفيش واحد هيبقى حر بره هيعرف يجيب لهم حقهم، فحسين اتفق اللي هو هيسلم نفسه عشان يخلي اخوه علي بره هو اللي يقدر يجمع كل الادله. وكده يا باشا علي وحسين بيجيبوا هاتريك في الحلقه الاخيره، بيتقبض على صفوت مصباح وعلى مراته وعلى مجدي حشيش، وكمان السوبر هاتريك اللي حسين بيطلع وراه. بس كده المسلسل بيخلص وبيدولك بقى اللي الدنيا حلوت وزهزهت على راي السونس في اخر المسلسل والاتنين بقوا احرار. اسالني بقى عن رايي في المسلسل بعيدا عن الملخص، وزي ما بقول كل فيديو مش شرط تكون متفق مع رايي ده. المسلسل ده من التوب 5 في رمضان السنه دي. الصراحه المسلسل ما فيهوش ملل، الاحداث كلها بتجري بسرعه، مفيش مثلا بطء في الاحداث، وده فعلا يعني فكره بيدعم فكره ال 15 حلقه ان هو لو كان اتعمل على 30 كان ممكن يبقى من اكتر المسلسلات ملل في رمضان. تاني حاجه ان حاجه ايجابيه قوي انك تدي دور بطوله لشباب، وهي مش اول دور بطوله ليهم، لكن هم فعلا في بينهم كاريزما وفي بينهم كيمياء وفي بينهم حاجات جامده قوي مديه للمسلسل طعم تاني. نتكلم بقى عن سلبيات المسلسل، فهي السلبيه الوحيده ليه هو النهايه. هي النهايه حلوه وكل حاجه، لكنهم كروتوا النهايه في نص ساعه بالظبط. يعني نهايه الليله دي كلها بمجدي حشيش بصفوت مصباح بالقضايا دي كلها خلصت كلها في نص ساعه، وده هو يعني اللي انا شفتها بصراحه نقطة سلبية في المسلسل، اللي هم كانت ممكن النهاية دي مثلا يقسموها على حلقة ونص أو حلقتين. بس كده لو عجبك الملخص قول لي إن عاوزني ألخص لك مسلسل إيه في الكومنتات وهعمله في الحلقة الجاية، ومتنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو. سلام.